المشاكل اللي كانت في الفريق او شيء، كله كلام نظري ولا يستند على اي وقائع حقيقيه. ما حد في المجلس ولا في الصحافه ولا شيء تساءل الكابتن حسين الرميحي مدير الفريق وين راح؟ وايش اسباب انه يروح؟ وايش المشاكل اللي واجهته وتنحى او نحوه عن اداره الفريق؟ المشاكل الفظيعه اللي حدثت من الكابتن طبعا راضي شنيشل دمر الفريق. خلوا الوقت ها. وهذه لا بس تفضل كمل الله يسلمك. هذه المشاكل ظهرت على الهواء مع حرباوي وما ظهرت مع عبد الله الكواري اللي انتقل للنادي الاهلي. طبعا اصطدم براضي شنيشل اصطدام كبير وتسابوا سب شديد وترك النادي بعدها. اوكي. بعدين طبعا الكابتن راضي شنيشل كان عنده مشاكل مع كل اللاعبين بلا استثناء، وهذا ظهر من التغريده اللي كتبها محمد مبارك حارس المرمى بعد ما راح شنيشل، قال الحين التدريبات مناسه وما ادري وش هذا الكلام الجميل. المشاكل طبعا الاخرى كثيره جدا يعني حدثت من راضي شنيشل مع الفريق، وجي رزلوني طبعا حاول يرجع ما قدر يرجع كم زي ما يقولون الناس. اي الحين الله يسلمك ويسلمك الفريق اضطر بالمركز الرابع اللي كان في الموسم الماضي لاسباب تواضع مستوى فرق اخرى وغياب فرق زي مثل ريان وغيره. الحين الله يسلمك عشان نعرف مشاكل الفريق لازم يجي حد من الفريق من الإدارة من كانوا مشرفين على الفريق ويتكلم ويقول بصراحة وبلا. طبعا رئيس النادي جزاه الله خير ما قصر، رجال إداري لكن ما في حد. أظهر مثال على التسيب اللي ظهر الاثنين اللاعبين اللي كانوا يرتدون شعار النادي وراحوا الشيشة بشعار النادي. علمني الله يسلمك ايش حدث مع الاثنين اللاعبين هذول، ايش صار معهم، ايش العقاب اللي نزل عليهم، ايش ما ولا شيء. خبر خير لا مبالاة من الجميع. فريق زي نادي قطر اول مره يهبط الدرجه الثانيه، فريق ممكن ينافس، ممكن اشياء كثيره جدا، لكن في النهايه ما حد وضع يده على موطن الخلل الحقيقي وتكلم. مثل ما انا قلت الحين وين راح الرميحي؟ ايش اللي صار مع شنيشل وجميع اللاعبين واللي ظهر فيه الحرباوي على الهواء والكواري اللي انتقل للنادي الاهلي؟ كيف كان بيتعامل مع اللاعبين؟ كيف بعض الاشياء العنصريه اللي كان بيبثها في اللاعبين، يقول انت القطريين يلعبون والمقطريين يلعبون كانهم ما فريق واحد بيلعب باسم واحد وتحت شعار واحد. طيب اخ عادل، ايوه استاذ. انا طال عمرك خليتك تكمل كلامك وكان المفروض لك 90 ثانيه يعني دقيقه ونص، لكن احنا شلنا عنك الوقت لانك انت قاعد تعطي معلومات وشكلك واحد من ابناء نادي قطر. يعني اني قريب اني ابو لاعب في النادي في الفريق الاول. ممتاز. يبقى معناته بس اذا تعرفنا بنفسك اكثر. انا عادل بدر الدين، اسمي عادل بدر الدين. ونعم بك طال عمرك. ابو لاعب في الفريق الاول ما يحتاج بيعرفونه على طول. ما في شك طال عمرك، ما في شك، ونتشرف فيك احنا الله يسلمك. اللاعب هذا الله يسلمك لاعب يعتبر لاعب مواطن، لعب في منتخب الشباب القطري اللي حصل على المركز الثاني في دورة الصداقة من كم سنة، لعب في المنتخب الأولمبي في الرديف، له أهدافه معروف ولاعب. وضعوا هذا اللاعب المحترف الآخر المهاجم، الفريق افتقد لمهاجم، كل اللاعبين بلا استثناء، هذا كلام أكيد
كل اللاعبين يقولون لازم فلان هذا يلعب، المحترف هذا ولا شيء ولازم. لكن مع ذلك كابتن رادي شنيشل الله يذكره بالخير والزروني اصروا انه ما يلعب. ما ادري هذا السبب، يعني هذا لاعب يلعب ليه جهد باعتراف جميع اللاعبين ومدرب. لكن المهم الله يسلمك مشكله الفريق مشاكل. انا ذكرت بعض النقاط معينه، هذه النقاط انا ابغى حد يرد عليها من النادي. يعني الحين احنا نظل انا الله يسلمك يعني ما يهمني الكوره بشكل عام، لكن احترق اعصابي، احترقت واحترقت من المباراه. مباراه سهله ومباريات كثيره جدا في لاعبين الله يسلمك ما يستحقون يصدون شعار النادي، هذا شيء معروف، ولا يستحقون ان يلعبون كره اصلا. ومع ذلك في كل مباراه موجودين يلعبون. ما في حد لا في اداره ولا مدرب يقول لا هذا انت كيف انت مصر على تلعب بهذا الشكل كل اللعبات. غير استاذ عادل نظم يا استاذ عادل يعني استاذ عادل. ايوه استاذ. معك الكابتن عبد الرحمن محمد. يا اهلا وسهلا كابتن. نعم. انت واضح من كلامك ومن طرحك للموضوع انه ولدك في مشاكل بينه وبين كابتن راضي شنيشل، ولان ولدك ما يلعب او ما مو موجود مع الفريق الاول، فباين ان هذا الموضوع هو الرئيسي لموضوعك. ثانيا، مش انت اللي تحدد مين يحمل شعار نادي قطر ومين ما يحمل شعار قطر، هذا مش انت اللي تحدده، ولا مسموح لك انك انت تحدد هذا الموضوع، ان اللاعبين يتحملون واللاعبين ما يلعبون في الملعب، هذا مش اللي تحدده. انت تقول انا بعيد عن كرة القدم، فكيف انت اللي تحدد والله من يرفع شعار نادي قطر او من ما يلبس شعار نادي قطر؟ وانت استندت على ايش؟ هل انت موجود بشكل يومي في نادي قطر عشان تستند على كل هذه الامور مع كابتن راضي شنيشل؟ كابتن راضي شنيشل ترى وصل الفريق للمركز الرابع، كابتن راضي شنيشل لعب في المربع، كابتن راضي شنيشل كان موجود مع الفريق والفريق كان يمشي بشكل جيد. ولدك يلعب ما يلعب هذا اختصاص مدرب، هو يشوف امكانيات والناس اللي ممكن يساعدون، المدربين اللي ممكن يساعدونه. انتهيت الله يسلمك. مين ولدك ممكن تعطينا اسمه؟ انت انتهيت الله يسلمك. لا هي عطني اسم ولدك، وهل هو متواجد حاليا مع لازاروني؟ ولده اسمه بدر الدين. الله يسلمك. الله يسلمك. انت من طرحك. نعم تفضل. الله يسلمك. انت بنيت على غير اساس. انا قلت لك ما يهمني ابني يلعب ولا ما يلعب، هذه ما مشكله. النادي عندي انا ما تعرفني طبعا انت، انا النادي عندي اهم من ابني واهم من اشياء كثيره جدا. مش مبين من كلامك زي ما انت متخيل، او انت حضرتك بنيت كابتن طبعا ليك كلامك وكل شيء، بنيت على فكره. لا 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 اطلاقا. فحضرتك بنيت على غير اساس. انا حضرتك قلت بوضوح شديد جدا جدا جدا، جيبوا حد من داخل النادي يتكلم. نعم. جيبوا اللاعبين يقولون كيف كانوا الكابتن راضي شنيشل بيعملهم. وهذا ظهر الحرفاوي اللي هو محترف، يعني راجل على اقصى درجات الالتزام والوعي والحرص، كيف انه هو تهاوش مع الكابتن راضي شنيشل على الهواء. طيب شكرا اخ عادل. اسالوا اللي صار مع عبد الله الكواري. الكابتن عبد الله الكواري راح النادي الاهلي، ايش صار بينه وبين الكابتن راضي شنيشل. ولدك موجود مع لازاروني حاليا؟ ولدك موجود مع لازاروني؟ مين؟ ابنك موجود مع لازاروني حاليا؟ موجود الحين في الفريق الاول، بيلعب في طبعا كل مباريات الرديف. الفريق الاول لا تقول لي رديف، يلعب مع لازاروني؟ ليش ما لعب؟ يلعب مع لازاروني؟ ليش ما لعب؟ اي نعم ايوه. وين؟ ليش ما لعب؟ هو مهاجم سترايكر صريح. لعب مع لازاروني بس جاوبني، لعب في الدوري؟ ايوه لعب الله يسلمك بعض المباريات، نزل بديل وبيلعب مباريات الرديف. اليوم موجود؟ اليوم موجود؟ لا اليوم لا. مش موجود معناته مش مقتنع المدرب منه. هذا طيب. كلام. اوكي شكرا. لا من حقي ان اقول رايي الله يسلمك، اقول رايي. تفضل. والكباتن يقولون والزملاء يقولون ومدير الفريق اللي كان موجود يقول، وكل واحد يقول. هذه مساله رايي، انا اقول رايي، انا ما الزم حد. مساله انصاف. لا هذا مو راي يا استاذ عادل. كابتن عادل هذا مو راي، هذا قاعد يفش دقيقه خالد، قاعد يطلع شيء بخاطرك، ناطر الخطر يهبط عشان يطلع. خالد لو سمحت شكرا لك. هذا شيء غير خالد بفضلي. خالد لو سمحت، ولدك اسمه ابراهيم ولا بدر الدين مباشره؟ اسمه عادل، اسمه عبد العزيز عادل بدر الدين. نعم شكرا.
شكرا استاذ هذه ما عادل. المشكله. الله لا الله يطول لي في عمرك. لا ابدا.